كويسين وبخير. دلوقتي يا جماعة أنا غيرت رقمي 3 مرات تقريبا، وآخر مرة فيهم من أسبوع أو من 5 أيام. في ال5 أيام دول يعني محدش يعرف الرقم غير الناس المقربين أوي، عشان أنا بقى يجيلي مضايقات واشتغالات كتير. فدلوقتي أنا جاني رسالة على الخط، حست ورا الرسالة لقيتها من IP متشفر، ورسالة غريبة وقلقتني، وانا بصراحة قاعد قلقان وقاعد لوحدي. فلو حد من صحابي هو اللي بيهزر فبالله عليك انا مش ناقص. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا، يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا، بقالي كتير قوي ما بصورش فيديوهات، وانا هحاول ما اطولش عليكم. الفيديو ده ما كانش مترتب له خالص، انا مصوره كمان بالموبايل وانا لوحدي في المكان، بس انا بصور الفيديو ده بناء عن طلب رساله جاتلي من ساعه بالظبط. اول ما جاني الرساله انا ما كنتش بفكر في اي حاجه وقلت ان هي شغاله، بس انا فهمتهم برضو الموضوع من البدايه. هو موضوع غريب شويه. حصل ان انا في العادي انا معايا تليفونين، تليفون للشغل وتليفون لحياتي الشخصيه، او لو انا هفتح انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، ايا كان بستخدم التليفون الشخصي. الشغل بستخدم تليفون الشغل. انا غيرت رقمي تقريبا 3 أو 4 مرات. اخر مرة كان من 5 ايام تقريبا او من 3 ايام، مش فاكر المدة قوي. المهم ان انا جبت رقم جديد زيرو، محدش يعرفه خالص غير المقربين قوي مني. انا زي اي حد عايز اعيش حياة عادية خالص. بقى يجيني اشتغالات ومضايقات، فغيرت رقمي 2 3 ما نفعش، قمت غيره مرة كمان. وفعلا 3 ايام 100 الناس اللي ما يعرفوش رقمي من صحابي او من اهلي، يعني من قرايبي، فابتديت ابعت لهم رقمي او اكلمهم من رقمي الجديد. وده اللي حصل فعلا من ساعة بالظبط. انا قاعد في المكان لوحدي، عندنا شغل بنخلصه، فكل اللي موجود روح وانا اللي فضلت قاعد وكنت همشي لسه. فجاني رسالة على الموبايل، الرسالة دي من رقم مجهول. المفروض اني بعد ما بحثت ورا الرسالة دي لقيتها ان هي جاية عن طريق الانترنت المسلم، لان الIP بتاعها متشفر. طبعا انتوا عارفين الانترنت المسلم ده اللي هو الديب ويب. بصراحة ما بحثت ورا الIP قلقت، لكن نص الرسالة هو اللي خلاني اصور الفيديو ده دلوقتي. الرسالة بتقول ان المفروض خلال ساعة صور ثانية هجيب رسالة خلال ساعة صور فيديو على قناتك الخاصة على يوتيوب. لو اتأخرت عن الساعة دقيقة فده مش هيكون ولا في مصلحتك ولا في مصلحة الناس اللي بتحبك. طبعا اللي متابعين أنس وهيلا من زمان، اللي متابعيننا فعارفين إن إحنا بعيدين فترة عن المشاكل، مش مختلطين بحد خالص، مش عايزين مشاكل. البلد بقت غالية، فكلنا كل واحد فينا مسؤول بأكل عيشه. فالرسالة دي قلقتني، أما بحثت وراها لأن الرقم جديد محدش يعرفه، ورسالة من رقم غريب، يعني ما هو الظاهر هو رسالة من رقم مشفر. والأرقام المشفرة دي ما بتبقاش سهلة إن هي تتعمل كده. فصورت الفيديو، وتقريبا دلوقتي هو عدى نص ساعة من الفيديو وانا معاكم لحد ما نكمل الفيديو كامل. فهفضل فاتح الفيديو، لو حصل حاجة هتلاقوني بصور. دلوقتي يا جماعة أنا جالي رسالة رقم 2. رسالة بتقول لي اقفل باب الحمام والمطبخ عشان مفتوحين وأنا في المكان لوحدي مش معايا حد. يعني حتى الكشاف ده مش مشحون، أنا مش مجهز إن أنا أصور، بس أنا يعني أنا مكان فاضي وأنا مش معايا حد. زي ما انتوا شفتوا انا لوحدي مش معايا حد تماما، والمكان طبيعي خالص اهو.
وانا فعلا يعني مش مدبر الفيديو ده في حاجه خالص، هي كل الحكايه ان انا فعلا وصلتني رساله انا تتبعتها ودتني للديب ويب. فانا مش مجهز اي حاجه، والمكان زي ما انتم شايفين فاضي، واحنا كويسين وبنقرا قران وما في يعني مفيش حاجه ان احنا نضر من سحر او جن والعياذ بالله. بس الموضوع قلقني، وخصوصا ان هو بيقول لي يعني خلي بالك من احبابك واصحابك. طبعا الاحباب اللي هم بيكونوا الاهل او الصحاب، فانا عشان ما يكونش حد خطير او يقدر يأذيني. هو قال لي ان باب المطبخ مفتوح، فعلا الباب بتاع المطبخ مفتوح، وانا اللي خلاني برضو ان انا اوثق الفيديو عشان لو حصل حاجه لا قدر الله يبقى الفيديو موجود على موبايلي. ده موبايلي الشخصي. الباب مفتوح زي ما حضراتكم شايفين كده، والباب ده ما بيكونش مفتوح خالص، لان ده ما ينفعش يكون مفتوح. يعني زي ما انتم شايفين ده باب المنور. لو حد لاحظ اي حاجه في الفيديو يكتبها في الكومنتات. وان الباب مفتوح رغم ان الباب ده بيتكربس كده اهو، وانا فعلا مش معايا حد، يعني ما ينفعش يتفتح. دي رساله رقم 2، واحنا لسه الساعه ما عدتش كده. انا قفلت باب الحمام رغم ان انا مش معايا حد، ومش عارف هو عارف منين ان باب الحمام موجود. اديني قفلت ومع حضراتكم لحد ما اشوف الموضوع ده اخره ايه. بس واضح يعني ان اللي بيعمل كده ده شخص واصل للتكنولوجيا جامد، بيعرف ذكي، وانا معاه للاخر. انا مش عايز اي حاجه تحصل، انا بصور الفيديو ده عشان ابقى مطمن، وعشان لو هو عايزني اصور فيديو وانزله واقول اسمه هقول اسمه، بس ما يكونش فيه ضرر. وانا المكان فاضي اهو زي ما انتم شايفين دلوقتي، وانا قاعد وعدى تقريبا على من الساعة 40 دقيقة جاني رسالة بيقول لي ليان عاملة ايه. اللي ما يعرفش ليان دي اختي الصغيرة، وانا برضو لسه لوحدي في المكان، فانا مش عارف هو يقصد ايه. فانا هكلم امي عشان اعرف بس في ايه بالظبط. ربنا يستر. انا كلمت والدتي دلوقتي حالا، وقالت لي ان نيان جت من المدرسه كانت تعبانه شويه، بس هي دلوقتي نايمه، وقالت لي ان هي لو صحت وفيها حاجه هتبعت لي رساله على الواتساب. ولسه فاضل على الساعه 15 دقيقه، فانا معاكم لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل، وربنا يستر. ايه يا ليان؟ مالك يا ماما؟ مفيش حاجة. انتي تعبانة؟ حاسة بايه؟ بطني وجعاني شوية. بطنك وجعاك شوية؟ في حد اداكي حاجة اكلتيها؟ في حد اداني شوكولاتة من المدرسة كلتها، بطني وجعاني شوية. حد اداكي شوكولاتة من صحابك يعني؟ راجل كبير. راجل كبير؟ راجل كبير ما تعرفوهوش؟ طب اداكي شوكولاتة ليه؟ معرفش. طب وانتي خدتيها منه ليه يا ليان؟ خدتها منه عشان عارفة ان انت هتقول اداني الشوكولاتة دي. عارفني؟ يعني هو قال لك اخوكي انا عارفه؟ واداكي الشوكولاته انت خدتيها منه يعني وكلتيها؟ ايوه. وانت دلوقتي بطنك وجعاكي؟
طب وجعاكي قوي ولا شوية صغيرين؟ شوية. طب يا ماما اديني امك. طبعا الموضوع شكله مش هزار، يعني هي ان شاء الله هتكون كويسة وما فيهاش حاجة، بس الموضوع غريب شوية ان هو يقول لها انا عارف اخوكي ويعرف ليه انا اصلا، لان انا مفيش حاجة محدش يعرف الموضوع ده غير ناس قليلين قوي، برضه حتى في الميديا ملناش مثلا صور مع بعض غير ممكن صورة من وهي مثلا لسه طفلة صغيرة. مش عارف بصراحة الموضوع ده أصله إيه. طبعا قدام حضراتكم جالي رسالة تاني بيقول لي امشي ورا الصوت. هو مش فاهم قصده صوت ايه بالظبط، بس هو فاضل 10 دقايق على الساعة، فأنا قاعد مستني، ولو سمعت صوت همشي وراه، لأن واضح إن الموضوع مش صغير، وأكيد مش صدفة، وأكيد مش هيشوفوا في دي ويديها حاجة. ربنا يستر بس ما تكونش حاجة تأذيها، وأنا معاكم يعني الساعة دي. ولو حد لاحظ حاجة في الفيديو ياريت يعرفني ويساعدني بعد إذنكم، لأن الموضوع مش يعني مش صدفة ومش عادي، وأنا محتاج حد يساعدني. طبعا أنا قاعد مفيش أصوات، مكان فاضي، مفيش حاجة بقول، مش عارف بصراحة في ايه، بس هو فاضل تقريبا 5 دقايق وأنا مش سامع أي صوت ولا أي حاجة. مش عارف بقى دي اشتغالة ولا ايه. أنا حتى بصراحة يعني من كتر ما أنا إيدي بتترعش من القلق مريح إيدي على المكتب، لأن أنا بصراحة الموضوع بيبقى فيه أهل أو حد بتحبه بيبقى صعب، وإحنا ما بننسيش حد، يعني ليه يعني هما قاعدين